مؤسس مؤتمر الفيوم الأدبي الأول سنة 1995 الذي توقف بعد دورتين، ونعيد إحياء هذا المؤتمر مرة أخرى في نفس التوقيت بعد 30 عام بالضبط. فمن 1995 إلى 2025 30 عام. طبعا المؤتمر هذا العام كله دراسات أفقية، بمعنى نحن لا ندرس ديوانا شعريا معينا ولا غيره، وإنما ندرس ظاهرة معينة في الدواوين المختلفة أو ظاهرة معينة في الروايات أو القصص المختلفة. وبالتالي نحن لا ندرس يعني أديبا معينا ولا ديوان معين، ولكنما ندرس ظواهر عامة في الأدب في الفيوم. الشيء الثاني أنه المؤتمر يحوي جنب الدراسات النقدية المقدمة في الشعر والقصة والرواية مجموعة حلقات نقاشية أو موائد مستديرة حوالين الشأن الثقافي العام، منها مائدة حول أندية الأدب والصالونات الثقافية، ومائدة حول الإعلام ودوره في التنمية الثقافية، ومائدة حول المسرح الواقع والمأمول. في كل مائدة من يحضر مجموعة كشأن المائدة الثقافية، يعني مش مطلوب يعني كتير، إنما مش جماهيرية، وإنما هي مجموعة من المعنيين بهذا الشأن بتتناقش فيه. أيضا كان الافتتاح مهيب بحضور أكثر من 200 مثقف من مثقفي الفيوم، بجوار أن الذي قام بافتتاح المؤتمر وكلمات الترحيب وكلمات الافتتاح السيد الكاتب الكبير محمد ناصف نائب رئيس هيئة أصول الثقافة، الأستاذ الدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم، والإعلامي الكبير عبد الحكيم اللواج، دكتور محمد طه عليوة، دكتور محمد حسن عبد الله، حضور حاشد من مثقفين كبار حضروا زي الأستاذ نبيل عبد الحميد، كرمنا عدد من رموز الفيوم الراحلين والأحياء في كل المجالات. تستمر أعمال المؤتمر لمدة يومين، اليوم غدا يعني يعني جلسات نقدية حول الشعر في الفيوم العامية والفصحى، وتنتهي اليوم أو قبل النهاية توجد يعني ندوة جديدة حتى على المؤتمرات في العالم العربي وفي مصر، وهي ندوة لتقييم المؤتمر معلن عنها من شهر ونصف. نقول أن من 7 ل 9 يوم الأحد جلسة لمناقشة كل سلبيات المؤتمر، وعلى كل من يريد أن ينتقد المؤتمر يتفضل في هذا التوقيت. وهذا الكلام مش معلن الآن، ده معلن من شهر ونصف. ثم تعلن التوصيات غدا، يعلنها أمين عام المؤتمر، أصغر شاعر أمين عام في مصر، وهو أحمد فيصل 20 عام، كتقليد جديد يتخذه المؤتمر، وهو أنه أصغر الشعراء سنا يتولى أمين عام، وأكبر الشعراء سنا يكون رئيسا للمؤتمر. الأمانة اشتغلت بكل جهد، مجموعة الناشطين في الأمانة حقيقة يعني هم الذين قاموا بكل شيء في المؤتمر. وجدنا دعما ماليا ودعما معنويا ودعما إعلاميا، وجدنا دعم من كل أهالينا في الفيوم بشكل جيد. وطبيعي أن تحدث انتقادات لأسباب شخصية أو غيره أو كذا، فهذا وارد. يعني ما فيش عمل بيتم في مصر. نجيب محفوظ فاز في هذا اليوم بجائزة نوبل، ثاني يوم كان يوسف إدريس عامل مقالة يهاجمه فيها ويقول إنه لا يستحق. طبيعي جدا كل هذا. يعني زويل لما خد جائزة كتبت عنه حاجات إن هو يعني وحاجات كثيرة جدا مش هذكرها الآن. وهكذا أي كان الفعل الذي ستقدمه سيتم نقده. إن كان نقد موضوعي أهلا وسهلا، نقد شخصي ما علينا منه، مش هو ده اللي هيطور ولا هيعمل، وإنما يعود إلى أصحابه مرة أخرى. شكرا.